والزمالك بيتعادل مع المقاولين في ماتش يحرق الدم. بامانه يا جماعه ده مش ماتش كوره، ده عك كروي، عك كروي. انا نفسي افهم اصوليو دون عايز مننا ايه. اصوليو ده عايز يجننا. لو عايز يجننا يقول احنا ما عندناش مانع، لكن انت بتبدا بتشكيله عك في عك وبتلعب وبتعمل مش عارف حاجات غريبه يا عم اصوليو انت. يعني دلوقتي يا جماعه عندنا دلوقتي اصوليو بيبدا التشكيله بخطه، اقول لكم خطه ضحك وربنا. بيبدا ايه في حراسه المرمى؟ محمد صبحي اللي بيقدم ضحك على طول، وحاتم سكر وحسام عبد المجيد ومحمد عبد الغني ومحمد طارق، وفي نص الملعب عمرو السيسي وبيسو ويوسف اوباما، وفي الهجوم ايشو وشلبي وزيزو. بنلعب مهاجم وهمي، احنا بنلعب بطريقه السيتي. اوسوليو مقتنع ان احنا مانشستر سيتي، مش مقتنع ان احنا الزمالك. يلعب مهاجم وهمي، في الاخر نلاقي ايه؟ اوباما اللي بيهاجم، واوباما اصلا ما بيعرفش يهاجم. يعني اوباما اصلا ما بيعرفش يلعب صانع العاب، ولا بيعرف يلعب جناح، وانت راح تحطه مهاجم. يعني انت بتموت اللعيب اكتر. انا مش فاهم انت بتفكر ازاي. دلوقتي يا جماعه عندنا ايه؟ اوسوليو بدا الشوط الاولاني بخطه، برضه خطه المقاولين، اللي خطه بيقول لي المقاولين تعالى يكسبونا، لكن المقاولين ما بتعرفش. يعني المقاولين بتحاول تكسبنا لكن مش عارف. بينزل الشوط الثاني بيقلب الخطه بثلاث اربع خمس تشكيلات، بثلاث اربع خمس تغييرات غريبه. ينزل لك بقى ايه الفرقه بتاعته، ينزل لك بقى ايه الشوط الثاني، ينزل لك انداي وانداي، وبينزل شيفو، وبينزل لك رؤى، وبيخرج بيسو وايشو وسكر. بيخرج اللعيبه اللي واخده انذارات. يعني هو مش بيعمل بيعمل تغييرات على حسب ايه تكتيك في الملعب، لا ده بيعمل ايه تغييرات على حسب الانذارات. انت واخد انذار يطلع، لكن ما بيعملش ولا خطه ولا نيه. اللي هو نازل بمبدا اللي يعرف يعمل حاجه، اللي يعرف يعمل حاجه يعملها. يا عم وصولي ابوس لك ارحمنا يا عم وصولي من الخطه دي. وكمان هنتكلم يا جماعه عن حاجه استفزتني جدا، حوار شيكابالا. انا نفسي افهم هو ليه شيكابالا لما بينزل يعني يا اما يا اما الجون بيتلغي، يا اما بيخش فينا جون، يا اما بنخسر. نفسي افهم حد يفهمني الحوار ده، ليه شيكابالا لما بينزل لازما تحصل كارثه. يعني اول شيكابالا لما كان بينزل كان كنا بنتعادل. دلوقتي شيكابالا لسه على الخط، اللي هو لسه ما نزلش على الخط برضه الجون بيتلغي اوف سايد. انا مش فاهم اللي بيحصل ده. بامانه حاجه تحرق الدم من اوسوليو وشيكابالا واللعيبه. يعني بامانه ربنا ده منظر الفرقه هتكسب فريق ارض السرور اكتر من 2-0؟ اشك. اللي هيقول لي ان اوسوليو والتشكيله دي والخطه دي اصلا تكسب فريق ارض السرور 1-0، يبقى ليه الكلام. مش عارف انا المنظر ده كده. احنا نخرج من افريقيا بدري بدري، اللي هو مش نبقى حصلت المجموعه. احنا هنخرج من الدور التمهيدي، مش هنبقى حصاله. يا جماعه الواحد بيتفرج على الفرقه، والله فرقه تقرف. يعني مصطفى شلبي وزيزو هم الوحيدين اللي بيحاولوا، غير كده مفيش حاجه، مفيش غير كده عك كروي من اللعيبه. انا نفسي افهم يعني. بس الناس تقعد مع اصولي تقول له ده الزمالك المصري، ده مش مانشستر سيتي. مفيش حاجه اسمها العب مهاجم وهمي في مصر. مفيش المصطلح ده في مصر. انت نازل تعك ليه يا عم؟ انت اصلا شوف، عشان ربنا عشان ربنا عارف ان انت حارق دمنا لما جبنا جول وانت قعدت تعيط اتلغى. يعني شوف وشك النحس عمل ايه. ده ايه القرف اللي بيعمله ده يا جماعه؟ مش فاهم انا والله. اصولي دون بيتعامل معانا ان احنا فرطه جارب مثلا داخل بيجرب، لكن ده مش مدرب والله. ده ما مدرب، ده مدرب جاي يشيلنا لا اكتر ولا اقل. اللي يغير كده يبقى ما بيفهمش. وهنتكلم برضه يا جماعه عن الصراحه، هنشيد برضه بامانه باشرف رؤى. فعلا يا جماعه رؤى عمل النهارده ماتش عالي، بس للاسف مجهوده راح باللي حصل ده. مجهوده راح بان بص يا جماعه اقول لكم بس حاجه تبين لك العقليه. احنا في اخر دقيقه اوباما عمال يتنطط في الملعب. اوباما فرحان ان هو جاب جون، وجاي في الدقيقه 96 عمال ياخد لك اللعيب اول والثاني والثالث، واوسوليو فرحان. غريبه ان اوسوليو فرحان. فربنا بقى كرمنا بالتعادل. التعادل جاي لك من احمد علاء اخو محمود علاء. يعني احنا خلصنا من محمود علاء لما يطلع لنا اخوه جاب كوره في العارضه، لا وبعد كده اخر عرضيه اخر ركنيه في المباراه جاب جون، اللي هو مصر ان هو يشيلنا. يعني هو واخوه بيشيلونا. وهنتكلم برضه يا جماعه دلوقتي عن الحكم. بامانه ربنا الحكم، انا اقول لك اللي ليا واللي عليا. الكوره بتاعت ضرب الجزاء دي بتاعت خبط في ايد مدافع المقاولين. فعلا يا جماعه دي مش ضربه جزاء بامانه ربنا. والاوفسايد بقى اللي فيه شك، انا مش فاهم. انا الاوفسايد ده هم جايبينه بزاويه وايه الخطوط اللي بيعملوها دي؟ انا مش فاهم. الخط ده اصفر وازرق واحمر، انا مش فاهم ده منين بيودي لفين. بامانه مش عارف. انا الاوفسايد والفار عندنا رايحين في داهيه كده دي. نفسي افهم بس. يعني احنا
يعني احنا بنقعد نتريق على السعوديه، بنقعد نقول ايه احنا اقوى ديربي عربي في المنطقه وعندنا فار يقرف الكلب. يعني فار اصلا انا بشوفه اللي هو انا عينيا بتزغلل مش شايف حاجه، خط خط احمر في خط اسود. يعني احنا مش عارفين حتى نعمل فار. لكن يا جماعه في الاول وفي الاخر ده بيبين لك احنا رايحين فين. في الاول وفي الاخر فريقنا اصلا رايح في داهيه، فريقنا اصلا الكواليتي بتاعه رايح في داهيه، والخامه بتاعته رايحه في داهيه، وصولي وبيحب ينزل بخطه بيدي كل لعيب ثلاث اربع ادوار. يعني انت ايه، انت ايه واحنا بنهاجم انت تروح على الزاويه اليمين، واحنا بندافع ترجع بصوت قافل في نص الملعب. بيدي اللعيبه ادوار هم مش فاهمينها، يعني اللعيبه تايهه، اللعيبه في الشوط الاولاني اصلا تايهه، ولا بنهاجم ولا بنعمل اي حاجه. بس يا جماعه في الاول وفي الاخر احنا مش هنقول ايه الا الحمد لله. يا رب التعادل دون ونخرج بقى ايه، ونخرج من الكونفدراليه عشان اصولي ده يمشي، عشان احنا اتخانقنا منه. ولو فضل معانا المدرب ده احنا جينا جلطه وضغط وسكر وجينا امراض غريبه بسبب المدرب اللي مش فاهم حاجه، اللي هو جاي يخترع حاجات، اللي هو جاي يحقق احلامه في الزمالك. مش جاي يخترع، ده حكم، ده قصدي ده مدرب جاي يحقق احلامه في الزمالك، اللي هو ايه انا هعمل خطه غريبه بلعيبه غريبه، واللعيبه اصلا تايهه منك في الملعب، لكن انت مصر على العك اللي انت بتعمله. عشان كده ربنا ما كرمناش ان احنا نكسب. ربنا عمل كده عشان يبين لك اللي انت عامل فينا ايه، ان انت مودينا في داهيه. انت العك بتاعك ده بطله شويه ويلعب بما يرضي الله عشان نعرف نعمل حاجه، عشان احنا بالمنظر دون هنروح افريقيا نبقى ايه، مش هنبقى حصاله، مش هنبقى حصاله، لا هنخرج من قبل يعني ايه هنعدي مرحله الحصاله ونبقى نخرج من دور التمهيدي 64. بس كده يا جماعه امانه انا اتمنى نخرج من افريقيا، عشان المدرب ده اتخانقت منه واتقرفت منه، واحنا بالمنظر ده اصلا رايحين في داهيه. بس كده يا جماعه في الاول وفي الاخر هل انتوا شايفين ان فعلا المدرب ده هينفع يكمل اكتر من كده؟ وبرده سؤال اخير عن حوار لعنه شيكابالا، عشان انا ايه مش فاهم حوار ايه لعنه شيكابالا فعلا، زاد عن حقه. انا زاد عن حوار لعنه شيكابالا زاد عن حده، وانا فعلا اقتنعت او بدات اقتنع ان هو في مشكله. ان هو الاول لما كان بينزل كان بيخش فينا جون، دلوقتي لسه واقف على الخط لسه هيبدل دخل فينا جون. فبس كده يا جماعه في الاول وفي الاخر ده قرار شخصي، لاي حد دلوقتي انكم مفتوحه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.